بص يا حبيب اخوك، هو كل سنه وانت طيب ورمضان مبارك عليك، والحمد لله النهارده فوز النادي الاهلي على الجونه. لكن انا مش هقول لك الاهلي قدم مباراه عالميه اليوم، ولا كمان هقول لك، اللعيبه كانت فتره ترشي وجت تطرش علينا. ولكن هقول لك مباراه متوسطه طلعنا بيها باكتر من حاجه. اولا اسيست حلو قوي من اشرف بن شرقي وهدف ممتاز من امام عاشور. ثانيا اخيرا محمد الشناوي يخرج كلين شيت. ثالثا 3 نقاط مهمين جدا 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 في سباق الدوري. رابعا انت عملت لايك ولا لسه، ولا ايه الاخبار، ولا الدنيا ايه؟ ما تصلي يا عم وتسلم على رسول الكريم وتعمل ايه اللايك كده، اكون شاكر جدا ليك. رابعا ايه جمال يوسف بالعمري ده وحلاوته، وايه اللي بيعمله ده جوه الملعب يا جدعان؟ احنا طلع عندنا ينفع نعمل عادي خالص عرضيه من ناحيه الشمال، دي حاجه كانت استغفر الله العظيم قبل رمضان من المستحيلات يعني. لكن عرضيه وصحيحه بعيدا عن الاوتاكا واللي عملوا فينا، ولكن العرضيه صحيحه ويعني عادي تعدي من ناحيه الشمال. لا لا لا، خد تعالى تعالى تعالى، 4 كور ليوسف بالعمري في الناحيه الدفاعيه انقذك من اهداف محققه، عشان ما حدش بعد كده يجي يقول لك اصل ما بيعرفش يدافع. خد بالك يا عم طرق. خامسا واخيرا رجاء اخويا الكريم كاموش، اقعد احتياطي، انزل في الشوط الثاني واحنا كسبانين كمان في اخر دقيقتين 3 5 ثواني عشان الحكم يصفر. وفي الختام الحمد لله على الفوز، ولسه عندنا لقاءات جايه مهمه جدا جدا ناخد فيها ال3 نقاط ان شاء الله. والسلام عليكم.